نرجع تاني مع بعض، ويعني زي ما قلت لكم من افضل اللعيبه في الدوري السنه دي، وهو هداف الدوري حالي برصيد 8 اهداف. باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي، واتكلمت عليه كتير الفتره اللي فاتت، وبصراحه الراجل مش واخد حقه اعلاميا عشان غلبان بيلعب في نادي الانتاج الحربي، ما بيلعبش في اهلي او زمالك او اسماعيلي، ولكن راجل متالق. وخلي بالكم صعوبه باسم مرسي ان هو بيلعب مع فريق مش من الفرق الكبيره، فدي بتزود صعوبه بالنسبه للمهاجم. فالنهارده بقى بنستضيف باسم مرسي. اعتقد انك ما طلعتش قبل كده في برامج، ولا طلعت؟ لا، طلعت مع كابتن مدحت شلبي. امتى؟ سنه نور السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. لسه كنتش تألقت بقى زي السنه دي كده في يعني كنت جايب 4 تجوان كده على قد يعني في بتروجيت. ازيك يا باسم؟ ازيك يا كابتن كريم؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كويس تمام الحمد لله. تمام. يعني ما شاء الله السنه دي مركز وظاهر بشكل مميز جدا مع الانتاج الحربي في الدوري، وليك تأثير. يعني حتى امبارح كمان بقول لك مبروك على الهدفين وفوز صعب على نادي سموحه في اسكندريه. طبعا الحمد لله يا كابتن كريم، احنا بنحمد ربنا على الفوز والاداء. احنا والله من اول السنه بنتعب ومفيش معانا توفيق. فالفتره الماتش امبارح الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا هجمدين نخلص الماتش وجبنا جونين الحمد لله. الجون الثاني كمان كان صعب شويه، بتحط انت بتعافر في اي كوره، حطيت دماغك الكوره عليت هدف. هو كابتن شعبان معروف اللي هو يعني بيصاب كويس. فانا بتوقع بس يعني واحد توفيق ربنا طبعا والتوقع، فانا عملت كده دماغي بس فربنا كرم وراح الجون يعني. توفيق ربنا الحمد لله. امبارح ما قلقتش من الفرص الكتير اللي جت لنادي سموحه، وكان كلها فرص يعني مؤكده. والله يا كابتن احنا نازلين مركزين، يعني احنا عايزين 3 بونت. احنا جايين رايحين اسكندريه بنلعب على 3 بونت، عشان احنا انت عارف ان احنا فرقه بننافس على الهبوط، واحنا محتاجين 3 بونت اكتر من نادي سموحه. نادي سموحه يعني بينافس على المركز الاول، احنا محتاجين 3 بونت الحمد لله. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب 3 بونت الحمد لله. طب احكي لي بقى قصتك يا باسم. يعني انا استغربت بصراحه لما انت مشيت من بتروجيت. يعني انت كنت السنه اللي فاتت بتأدي برضه بشكل كويس، بس بعدت فتره عن المشاركه، لعبت شويه وبعدت شويه، كنت اتعورت باين السنه اللي فاتت. كان الاصابه كده، بس رجعت الدور الثاني على طول لعبت مع كان الكابتن رمضان السيد مشي والكابتن مختار مسك. كابتن مختار اللي ما ايدكش او ما اختاركش السنه دي ولا؟ لا انا مش عارف مين بالظبط يا كابتن كريم، بس انا مشيت وانا هداف الفرقه يعتبر يعني، وربنا كرمني كنت ماشي كويس. كان عقدك خلص يعني ولا؟ لا كان لسه، انا كنت لسه ماضي 5 سنين. كان بس لسه ما اول سنه. لا ما تأيدتش. مشيت قبل بدايه الموسم ولا بعد فتره الاعداد؟ لا انا مشيت الموسم خلص مشيت. بعد الموسم على طول مشيت. ما حدش قال لك انت رايح فين يعني ولا جاي منين؟ لا والناس كانوا بلغوني ان انا خارج النادي مشيت، قالوا لي شوف حته ثانيه وربنا يوفقك. بلغوني قبل ما يجي كابتن مختار؟ لا الكابتن رمضان السيد مسك الدور الاول. تمام. مشي جه كابتن مختار، كملت معاه الدور الثاني كامل. فبعد الموسم يعني الموسم خلص يعني خلاص. كابتن مختار اللي ما خدكش او ما ايدكش؟ مش عارف بالظبط يعني بس هو كان كابتن في عهد الكابتن مختار كان ماسك. انت اساسا من ناشئين بتروجيت؟ لا انا ناشئين عصمصون. عصمصون ده في طنطا؟ من طنطا. والله ده النادي اللي كان بيلعب فيه محمد صلاح؟ محمد والله صلاح. انتوا ايه نفس الستايل كلكم كده؟ صلاح كان بيلعب معايا. انت من طنطا يا باسم؟ والله بدأت ازاي بقى الكوره؟ والله انا بدأت في عصمصون، خدني كابتن مصطفى قرني وكابتن فرج الصعيدي، هم دول اللي جابوني عصمصون وكده، فالحمد لله ولعبت ورحت مقاول العرب. كان عندك كام سنه بقى؟ كان عندي بتاع حوالي 14 سنه. 14 سنه. وبعد كده رحت المقاولين ومشيت. رحت المقاولين ومشيت؟ المقاول العرب لعبت سنه مع كابتن سعيد الشيني ومشيت. كام سنه كان عندك؟ انا بتاع بالظبط يعني 16 سنه 17 سنه. بس انت عايش في طنطا ولا كنت عايش في القاهره؟ لا كنت عايش في طنطا. كنت عايش في طنطا. لا ما رحت مقاولين العرب، رحت قعدت في السكن. مغتربين سكن في السكن بتاع النادي. وبعد كده رجعت تاني مقاولين طنطا. جه كابتن ريعو، فكان عارف كابتن مصطفى رانو كده، قال له انا عايز لعبه من عندك من مقاولين من عصمصون دي. فقال له في عندي لاعب مميز اسمه باسم مرسي وكده، فخده شوفه وكده ونزله في الملعب بتاعه. فهو كان الوقت ده ماسك رئيس قطاع ناشئين بتروجيت. فرحت نزلت التمرين. فكان اول مره كان ماتش ودي، لعبت ماتش ودي جبت جون. كان المدرب كابتن محمد ثابت ماسك دلوقتي في بتروجيت. كابتن محمد ثابت زميلي، انا لعبت في بتروجيت اصلي فتره. المدرب كويس جدا فاختارني وكده، فرحت لعبت في بتروجيت سنتين. فلعبت سنه في ال 91 و89، والسنه الثانيه كابتن رمضان السيد مسك
مسك الدرجه الاولى فانا طلعت معاه. طلعت معاه. كان اول ماتش ليك كان اول ماتش ليك ايه في الدوري الممتاز؟ مقاولين ضد النادي اللي انت مشيت منه. ضد المقاولين. وطول عمرك بتلعب مهاجم؟ انا بلعب مهاجم تحت الفيرود. السنه اللي فاتت كلها يعتبر لاعب. كابتن رمضان كان بيلعبني تحت الفيرود، هو كابتن سمير صبري. وانضميت ازاي للانتاج الحربي بقى السنه دي؟ والله يا كابتن كريم انا مشيت ما كنتش لاقي حتى اروح، تخيل. لا سبحان الله. يعني انا مشيت، لا جات لي حاجات كتير بس يعني بتروجيت حتى ما سابني، مشاني وما سابنيش في حالي، فاهم؟ يعني ايه مشاك وما سابكش في حالي؟ يعني مشاني وبعد الناس تتكلم يقول مش لعيب مش كويس، لعيب مش عارفه ايه. فكان جاي لي حتت كتير وحتت كويسه وحتت يعني كويسه جدا. فالناس لما سمعت كده بعدت عنك؟ كل ما يعني قعدت مع مدربين في الدوري الممتاز وخلصت معاهم يكلموني يقولوا احنا خلاص مش عايزينك. يسالوا عنك في بتروجيت؟ ممكن الناس بتتكلم مش بشكل كويس. طب ليه كده؟ ايه السبب؟ عملت مشاكل في بتروجيت قبل ما تمشي؟ خالص. هو في واحد هنا يعني في واحد موجود في النادي كده يعني غير طبيعي، يعني مش ممكن. بياخد غياب هو يعني. بيشوف اللعيبه المتاخره مين واللعيبه اللي ما جاتش مين يعني. كابتن مصطفى هنداوي ولا ايه؟ لا كابتن مصطفى هنداوي راجل محترم جدا، مش كابتن مصطفى. كابتن مصطفى مدير الكوره. بس هو واحد كده كان لاعب في النادي يعني. هو بتاع غياب يعني طول ما يقعد اللعيب ده ما جاش خلاص مش عارفه كام، فكان حاطني في دماغه شويه يعني. فكان بوصل كلام مش كويس عليا خلاص. قعدت مع مين في الدوري الممتاز وبعدين لقيت يعني بعد ما اتفقت غيروا موقفهم؟ عادي مفيش حاجه، دي كوره. مع كابتن علي عبد العال. كابتن علي عبد العال في الداخليه. اتفقت معاه على كل حاجه وبعدين فوجئت ان بعد كده قال لك انا مش محتاجك. كان معايا في الوقت ده كابتن تامر النحاس. كان هو وكيلك؟ وبعد كده جالي حتت كتير بس يعني رحت بتروجيت. لما مشيت من بتروجيت بقى جيت الانتاج يعني وكابتن اسماعيل وكده، فكلم احمد شعبان قال له ده باسم يا كابتن احمد، قال له طبعا ده هو كان احمد شعبان معاك في بتروجيت؟ قال له ده لاعب محترم ولاعب كويس برضه يا كابتن وهاته شوفه في الملعب. فجيت الحمد لله وربنا كرمني. وكان الوقت ده يعني برضه كان كابتن سعيد لطفي هو اللي موديني برضه عشان احقاقا الحق يعني، فاديله حقه يعني. كابتن سعيد لطفي حبيبي كان هو برضه اللي اتكلم مع كابتن اسماعيل ووداني برضه. اول 4 ماتشات كابتن اسماعيل كان بيكلمني في التليفون امبارح بيقول لي باسم ما اشتركش. كان عندي كسر في شرخ في انكر رجلي. في التمرين واحد صاحبي دخل عليا جاب قعدت 4 ماتشات ما لعبتش، فالحمد لله رجعت بعد كده على ماتش الاتحاد. اول ماتش لعبته جبت فيه جون الحمد لله، ربنا كرمني وجبت جون. كنت متوقع يا باسم ان انت تتالق في الدوري الممتاز السنه دي مع الانتاج الحربي وتأدي وتجيب 8 اهداف وتبقى هداف الدوري؟ والله بص يا كابتن كريم انا اي ماتش بلعبه لك اجوالك طبعا كلها ده جول النادي الاهلي ده. ده جول الاهلي كابتن محمد ابو العلا. والله انا اجواني كلها فيها نسبه توفيق عاليه يعني، معترف بكده. ربنا بيوفقني دايما، بس ربنا ما بيديش غير اللي بيجتهد. الاجوان بتاعتي ربنا موفقني فيها، فالحمد لله. والله يعني الواحد اهم حاجه عندنا بس الفتره الجايه كابتن كريم اللي احنا نقعد في الدوري. يعني انا ما بفكرش في عروض ولا في اي حاجه، نفسي نقعد في الدوري عشان خاطر كابتن اسماعيل والاداره ناس محترمه جدا 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 يعني، احسن الانديه اللي انا شفتها في حياتي الانتاج. والله تعاملوا معاكم بشكل كويس رغم النتائج ما كانتش كويسه الفتره اللي فاتت. يعني انا عايز اقول لك فلوسنا بتطلع يوم 28 في الشهر. والله احنا الاخير وناس محترمه جدا. طب ايه السبب السنه دي ان الفرقه نتائجها مش كويس رغم ان امبارح يعني نقدر نقول خطوه كويسه جدا للانتاج الحربي بعد الفوز على سموحه 2-0؟ احنا بقابلنا سوء توفيق غير طبيعي يا كابتن كريم. يعني خسرنا 4 ماتشات في الدقيقه 93. 4 ماتشات ورا بعض في الدقيقه 93. يعني انا بس اول الحمد لله بفضل الله. انا فاكر ماتش سموحه في الدقيقه 93. وكان ماتش الداخليه كنتوا كاسبين 2-0، مش الماتش اللي فات ده اللي هو بتاع الدور الاول. وتعادلنا برضو في الوقت الضايع. ماتشات كتير بس الحمد لله. طب ده ايه سبب؟ ايه نقص الخبره؟ لعيبه لسه جديده بتلعب لاول مره في الدوري الممتاز ولا ايه بالظبط؟ والله كابتن هو سوء توفيق، ما اقدرش اقول غير كده. يعني الحمد لله التوفيق كان معانا امبارح فقدرنا نكسب 2-0. واحنا كور في العارضه النادي سموحه ويعني زي ما انت شايف يعني كابتن اسماعيل خرجكم ازاي من هزيمه الداخليه واتغلبتوا على ارضكم 2-0 وبعدين رحتوا تكسبوا سموحه 2-0؟ قال لكم ايه يعني في خلال 3 ايام الفرق بين الماتشين؟ كابتن اسماعيل بيعامل اللعيبه كلها نفسيا كويس جدا 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 يعني، يعني احسن مدرب اتعاملت معاه بيعامل اللعيبه نفسيا كويس. قال لنا انتوا رجاله وشد حيلكم الفتره الجايه، احنا كنا ممكن نكسب ماتش اللي فات ونخسر ماتش سموحه. فشدوا حيلكم ان شاء الله هنكسب بكره، وبياكد كل ماتش على المكسب وهنكسب وهنقعد في الدوري. فالراجل يعني يعمل اللي عليه معانا والله، وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. عندكم ماتش صعب مع امبي يوم السبت. عندنا في السلام 13 نقطه وامبي 14
واللي يكسب يقعد، يعني يكسب يبقى عنده فرصه كبيره. ان نادي الرجاء النهارده بعد خسارته موقفه بقى صعب. فماتش امبي ده حياه او موت بالنسبه لكم وبالنسبه لامبي يوم السبت يا باسم. الماتش الجاي ده ان شاء الله بنسبه كبيره هو اللي قعدنا في الدوري ان شاء الله. ماتش نادي انبي ده، نادي انبي طبعا نادي كبير جدا، وربنا يكرمنا ونكسب الماتش الجاي ده. لو كسبناه نخرج للرجاء بره كده. الرجاء يعني عملها صعب. بالظبط. فاحنا ربنا يكرمنا ونكسب ماتشين كده، احنا ان شاء الله بنسبه كبيره نضمن احنا نقعد في الدوري ان شاء الله. هي باسم هادي جدا في الاستوديو، بس غير ما بنشوفه في الملعب خالص شعله نشاط. هنطلع فاصل ونرجع تاني مع الكابتن باسم مرسي، نجم خط هجوم الانتاج الحربي وهداف الدوري برصيد 8 اهداف، والمتالق حاليا بقى في الدوري المصري. بعد الفاصل مع باسم مرسي. يمكنكم مشاهدة تلفزيون النهار في الفنادق التالية: بتدور على وظيفة جوه مصر أو بره مصر؟ يا ريت، نفسي ومش لاقي. الحل عندنا، خدمة التوظيف. وظايف في كل التخصصات جوه مصر وبره مصر. طبيب، مهندس، محاسب. لو بتشتغل في جميع المهن الحرفية هتلاقي الوظيفة اللي تناسبك جوه مصر أو بره مصر مع خدمة التوظيف بمكالمة على 1757 من أي محمول أو على 0900 909 من أي خط أرضي. إذا كنت بتدور على وظيفة جوه مصر أو بره مصر هتلاقي الوظيفة اللي تناسبك. ألو؟ أيوة، مبروك، تعال استلم الوظيفة. بجد؟ خدمة التوظيف، خدمة حقيقية. يا مساء الأنوار مع الكابتن مدحت شلبي. المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك يتحدث عن أحلامه للبيت الأبيض ويروي أسراره الانتخابية، ويفتح ملف الأزمات المالية ويكشف الأسرار الخفية والصفقات الكروية. وفي فقرة الصحافة الأستاذ محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي في المصري اليوم، وحوار ساخن عن أدق الأسرار في الأهلي والزمالك مع الكابتن مدحت شلبي في يا مساء الأنوار في الأوقات التالية على النهار رياضة. هذا البرنامج برعاية نرجع تاني مع باسم مرسي، وانا شايف ان علاقته بمحمود البدري اصدقاء جدا. محمود البدري طبعا مدافع نادي الانتاج. طبعا محمود البدري ده من حبيبي واخويا وصاحبي ومن احسن المساكين اللي انا اتمرنت معاهم في حياتي يعني. لعيب كويس جدا والله العظيم. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه مستقبل كويس. عامل مستوى كويس السنه دي. طبعا. ومش البدري بس، يعني طول محمد مجدي طلبه وعبد الله ابو عظيم وحسين غنيم وهاشم نشأت. في لعيبه كتير ده يعني. كلهم جيلك يا باسم؟ انت 22 سنه. كل ده 22 سنه. كل ده وطارق طه الباك ليفت. يعني الفرقه دي لو لعبت مع بعض سنتين ثلاثه ممكن عايزين سنه كمان بس من الفرق الكبيره في الدوري. عايزين سنه كمان بس. سنه الفرقه دي ان شاء الله تنسجموا وتلعبوا مع وتاخدوا خبره زي نادي المقاولين دلوقتي بقى لهم سنتين بينافسوا على الهبوط، دلوقتي كلهم بيلعبوا مع بعض
عاملين طفره في الدوري. بالظبط. ما مشيت من بتروجيت بالطريقه دي يعني اديتك اصرار وحافز جواك وغضب اللي انت تثبت لهم لا ده انا لعيب كويس وممكن ابقى من احسن اللعيبه في مصر، ولا الامور كانت عامله ازاي؟ اولا انا حبيت اثبت لنفسي انا اللي هم سابوك، يعني حبيت اقول لهم يعني اهو انا باسم مرسي وانتوا بتقطعوا فيه وبتتكلموا الحمد لله. يعني انا رحت يا كابتن كريم والله العظيم كان عندي هدف واحد، ان انا ربنا يكرمني وابقى هداف الدوري. بس يعني واخلي فرقتي فرقه ترتيبها كويس في الدوري، بس يعني دي ما جاتش. بس ان شاء الله الفتره الجايه يعني نقعد، والسنه الجايه لو ربنا كرمنا نقعد في الانتاج، انا ما عنديش مانع نقعد في الانتاج عامه يعني. انا ممكن اقعد في الانتاج حتى لو الزمالك عايزك، وانا عندي معلومات حتى لو نادي الزمالك عايزني ممكن اقعد في نادي الانتاج الحربي. والله طبعا للدرجه اللي انت بتحب الانتاج الحربي؟ نادي محترم. بس افرض الزمالك عايزك وعايز يدفع لك مبلغ كبير وعايزك تبقى يعني نجم من نجوم. دايما اللي بيلعب اهلي والزمالك بيبقى فرصته كويسه في المنتخب طبعا. بيظهر اعلاميا سواء في الماتشات او في حتى الناس بتتكلم عليه ويبقى عنده شعبيه اكتر من الانديه اللي هي العسكريه شويه. صح. بس انا نادي الانتاج يعني انا ما زي ما قلت لك يا كابتن كريم انا ما كنتش لاقي حتى اروح. ونادي الانتاج اللي خدني، ونادي الانتاج اللي عملني هداف الدوري. ونادي الانتاج اللي دلوقتي هو اللي انا بلعب فيه والناس بتتكلم عليا بشكل كويس الحمد لله. يعني نادي الانتاج ده ليه فضل عليا. يعني اول سنه العب في نادي الانتاج. بس طبعا النادي ليه فضل عليا كبير. عارف ان الزمالك بيفكر في ضمك او حد كلمك؟ يعني عارف حاجه زي كده. تعرف حاجه زي كده؟ اسمي انا عارف الناس بتكلمني وكده، بس انا ما حدش كلمني رسميا يعني. بس بيتكلموا كابتن اسماعيل يوسف، بيكلموا حد من كابتن اسماعيل جابني وقعد معايا قال لي في ناس عايزاك وكده شد حيلك، انا ما عنديش اي مانع بس انت تقعد الفرقه في الدوري الممتاز وكده. وربنا يكرمك وانا عمري ما اقف في طريقك ولا حد من الاداره يقف في طريقك. فالامور كلها الحمد لله. بتلعب جنب وحش في نادي الانتاج وكان قاعد احتياطي، كابتن اسماعيل مسميه الدبابه كوابينا. يعني بتتعامل معاه ازاي؟ هو ما شاء الله جسمه قوي جدا. انا بلعب جنب دبابتين كوابينا وهاشم نشأت. اتنين زي بعض بالظبط. هاشم كان بيلعب معاه اول السنه وكوابينا دلوقتي بيلعب. كوابينا لاعب كويس جدا جدا، بس هو كان عنده اصابه السنه اللي فاتت فاثرت عليه فتره، كان عنده حاجه في ركبته فمأثره عليه. فهو دلوقتي بيخش واحده واحده وربنا يكرمه ان شاء الله ويكسبنا الماتشات الجايه. كنت متخيل ان ممكن كابتن شوقي غريب يضمك الفتره اللي فاتت، ولا ما فكرتش في قصه المنتخب؟ بص يا كابتن كريم انا يعني المنتخب عمري في حياتي ما لعبت منتخب مصر. ولا في فرق الناشئين ولا اي حاجه؟ عمري ما لعبت في منتخب. يعني انا نفسي العب منتخب مصر، نفسي البس تيشيرت منتخب مصر طبعا. يعني السنه اللي فاتت برضو كنت في الدور الاولاني كنت هداف الدوري، كنت جايب 4 اجوان وهداف من هدافين الدوري. كنت انا مع كابتن رمضان السيد. مع كابتن مختار ما كانش مقتنع بيك، ما كانش بيلعبك كتير؟ لا كان بيلعبني والله. كان بيلعبني كابتن مختار كان بيلعبني. وكان بيكلمني كويس، كان بيقول لي اعدلك عقدك واللي انت عايزه. بس دي حاجه غريبه ان هو بقى يعني بعد كل ده وبتمشي من بتروجيت. عشان انا مش عايز اظلم واقول مين اللي مشاني الله اعلم. عشان كده مش انا كابتن مختار كان بيتكلم معايا كويس جدا. انا مشيت ازاي؟ يعني اصحابي كانوا بيقولوا انت مشيت، اقول لهم يا جماعه انتوا بتهزروا. مشيت ازاي؟ فعرفت فعلا الناس كلمتني قالت انت مشيت. والاداره ما كانتش عايزه تمشيني. اداره بتروجيت خالص. لا في حاجه غريبه هتخليني اتطقص واسال واشوف ايه اللي حصل. انا بقول لك على الكلام اللي انا سمعته والله اعلم، بس انا ده الكلام اللي لا انا عليه اصدقائي في بتروجيت هتكلم اعرف ازاي انت مشيت من بتروجيت. بس طبعا نادي بتروجيت ليه فضل عليا كبير. يعني ده اول يعني اظهرك اول نادي اظهرك. اول نادي يعني اول سنه العب في دوري الممتاز كنت بلعب في بتروجيت. ايوه طبعا النادي فضل عليا كبير، وكابتن رمضان السيد ليه فضل عليا كبير طبعا. وكابتن سمير صبري وكابتن محمد ثابت. الناس دي كلها يعني عمري ما انسى فضلهم عليا، ماسكين في بتروجيت دلوقتي. متوقع ان ممكن كابتن شوقي غريب يضمك الفتره الجايه بعد ما ظهرت بشكل مميز وبقيت هداف الدوري؟ اتمنى يا كابتن كريم. طب قول له كلمه بقى من هنا. لا طبعا هو كابتن شوقي ليه الاختيار، سواء يضمني او ما يضمنيش دي حاجه راجعه له، انا بعمل عليها وبأدي وبموت نفسي في الملعب، هو اللي شايف انا ما اقدرش. برافو عليك. بالظبط. ناقص لكم كام ماتش كده؟ 4 ماتشات؟ 4. مع مين بقى ال4 ماتشات؟ مع نادي انبي وخارجين للرجاء وراجعين عندنا في السلام المقاولين والمحله جينا في السلام. 4 ماتشات نار بالنسبه لكم. كؤوس طبعا. كؤوس لازم ان شاء الله ربنا بس لو عايزين نتفق ربنا ما نكسب. انت بتقول لي انت من نفس النادي اللي كان فيه محمد صلاح اللي هو عثمانسون اللي هم مقاولين طنطا. طبعا. لعبت مع محمد صلاح يعني هو لعب معاك ولا ما لحقتوش؟ لعبت مع صلاح سنه وبعد كده هو راح المقاولين العرب. كنتوا بتلعبوا فيرست تيم ولا ناشئين؟ لا ناشئين، كنا صغيرين. 14 سنه كنا بنلعب ناشئين. كان بيلعب باك ليفت هو. باك ليفت والله. ما كانش مهاجم. لا. كان برضه بنفس السرعه دي ونفس الامكانيات دي. باك ليفت هاف ليفت. محمد طول عمره لعيب كويس وطيب وراجل وجدع. ربنا يكرمه يا رب ويوفقه يا رب. في اتصال معاه ولا لا ما فيش اتصال معاه؟ فتره جامده. انا رحت المقاولين العرب وهو لسه في المقاولين، كنت بكلمه يعني ايه
رحت لسه قبل ما احترف في بازل وكده. فما احترف بقى وكده، فما خلاص يعني لك. بس انا بتمنى له كل التوفيق والخير يعني. بتتابعه في تشيلسي بقى مكسر الدنيا اليومين دول. بستنى ماتشاته مخصوص يعني. والله طبعا. شرف لاي لعيب فينا كلنا بنشجع تشيلسي اللي زي في مصر محمد صلاح عامه يعني. شخصيه ظريفه محمد، طبعًا. وشخصيه طيب محترمه. طيب جدا بره الملعب طبعا محترم جدا. ولسه بكلم الناس دلوقتي بتوع يعني عصمصون، لسه بكلمهم لحد دلوقتي. والله. كابتن مصطفى وكابتن علاء وكابتن فرج الصعيدي. مش عشان في تشيلسي بقى نسي الناس؟ لا ما طبعا. نسيش الناس. لا طبعا. لا محمد طيب وجدع ومن يعني من طنطا ومن بلد فلاحين برضه. من بسيون هو. بسيون. انت منين بقى من طنطا؟ انا من بلد جنب طنطا، يعني من بلدين جنب طنطا. اسمها ايه؟ انا من بلد اسمها بكير. ايه؟ قرية بكير بالظبط. انا بجيب لك بقى يعني ايه مسقط راسي يعني بالظبط. قرية بكير. قرية بكير. في ولاد جنبنا اسمها شوبر، بس انا بالظبط بقى شوبر دي تبع كابتن شوبير ولا ايه؟ لا ما طنطا بقى كابتن شوبير. لا يعني دي البلد، وفي انا من يعني انا بالظبط من قرية بكير. قرية بكير. يلا زمان بدري عمال يضحك دلوقتي. مين؟ محمود البدري. ليه يا عم؟ هو الاصل ما يزعلش، ايه المشكله؟ ما كلنا من يعني من حتت صغيره وقرى صغيره. كل ما ده النجوم كلهم من يعني دايما تلاقي النجوم مش من القاهره، تلاقيهم من قرى صغيره ونجوع وحاجات كده، فحاجه جميله جدا. طب قول لي انت بقى لعبت كوره ازاي؟ يعني انت قلت لي طبعا انضميت لنادي عصمصون او نادي مقاولين طنطا في بداياتك. تمام. ظروف اسرتك، والدك ساعدوك ازاي؟ عندك كام اخ؟ لعبت كوره ازاي؟ مين اللي اكتشف فيك الموهبه؟ انا عندي اخويا نادر واختين بنات متجوزين. انت اصغر واحد ولا ايه؟ انا اصغر واحد في اخواتي. اصغر واحد. وعندي والدي ووالدتي عايشين الحمد لله، ربنا يخليهم لي. ربنا يديهم الصحه. عايز اقول لك لولا والدي ووالدتي يا كابتن كريم انا ولا بقيت حاجه خالص. عمر والدي ما فرض عليا حاجه، قال لي روح اعمل كذا ولا خلي كذا ولا. طبعا انا اقول له انا اعمل كذا كذا، يقول لي ماشي ربنا معاك وربنا يوفقك. والدتي طبعا يعني لولا دعوتها طبعا ولا في جوان ولا طبعا في اي حاجه خالص. بتكلمها قبل كل ماتش اكيد. طبعا يعني بتقوم بالليل تدعي لي، تصلي وتدعي لي ربنا يخليها لي يا رب، هي وابويا ربنا يكرمك. ابوك اهلاوي ولا زملكاوي؟ بلاش يا كابتن كريم. ابوك انا ما قلتلكش انت كده. والدك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. ونفسه تلعب في الاهلي ولا في الزمالك؟ اخويا نادر اهلاوي برضه. دي يبقى انت اهلاوي اكيد. لا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، انا انتاج حربي. انت بدات تتعلم بقى قصه انا انتاج حربي صدقني يا كابتن كريم والله. بتحب مين اللعيبه في مصر؟ مثلك الاعلى، اللعيبه اللي في مركزك سواء لاعب وسط مهاجم او مهاجم بتحبه كده وبتحب لعبه وطريقه لعبه؟ انا كنت احسن فرود انا معجب بيه كده احمد عبد الظاهر واحمد حسن مكي. احمد عبد الظاهر واحمد حسن مكي دول احسن فرود في مصر من وجهه نظري انا. وفعلا الكابتن عماد متعب طبعا. زمان بقى الكابتن حسام حسن ده انا بعشقه طبعا. كابتن حسام حسن يعني انت بشوفك بترمي نفسك ناس كتير بتقول لي انت فيك من كابتن حسام، يعني شرف ليا طبعا اكون زي كابتن حسام حسن. طبعا فيك من ده انا بعشقه، بس دي حاليا هو احسن فرودين دلوقتي موجودين. احمد عبد الظاهر واحمد حسن، الاثنين بيلعبوا في ليبيا. سابوا لك البلد يا احمد. يا رب يخليهم في ليبيا على طول. لا طيب يعني. معانا حسين غنيم زميلك في نادي الانتاج الحربي، وحسين طبعا من ابناء النادي الاهلي ومن اللعيبه اللي اقول حسين يعني حسين لعيب كويس جدا 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 طبعا. وفرق كان بس هو بس بيتعور كتير قوي. الاخر حسين هو بس بيتعور كتير قوي. يعني كان لعب فتره مع النادي الاهلي انا فاكره، وبعدين اتعور وباعد فتره كبيره، وكان الناس هتبدا تديله. يبعد عن عبد الله عبد العظيم بس وربنا يكرمه. ازيك يا حسين؟ السلام عليكم. ازيك يا كابتن كريم؟ عليكم السلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام نحمد ربنا. كابتن ده باسم يا عم بيحبك حب انت والبدري، يعني انا مش عارف ايه الحب ده كله. لا باسم شخصيه جميله والله يا كابتن، ولاعب جامد، فعشان كده احنا حابينه وهو حبيبنا يعني. الفتره اللي احنا قاعدين معانا. هو ايه هيمشي ويسيبكم ولا ايه؟ لا مش هيمشي والله، بس هو يعني باسم حتى عنده كمان كتير من الاداء، بس يعني ربنا يكرم الفتره ويشد منتخب مصر باذن الله ان شاء الله. يعني حسين انت اصاباتك كتير، ايه السبب؟ والله يا كابتن انا كان عندي اصابه كده وقفتني شويه شهور، فرجعت تاهلت تمام، فالحمد لله انتظمت مع العلاج وبدات دلوقتي الحمد لله مفيش اصابه يعني الحمد لله. يلا شد حيلك يا حسين، عايزين نتفرج على اداء مميز، والماتش الجاي طبعا ماتش مهم جدا بالنسبه لكم مع نادي امبي. الله ان شاء الله يا كابتن، احنا محضرين ليه طبعا، فده باذن الله يعني حياتنا يعني الماتش دوت، وربنا يكسب ان شاء الله. يا حسين بشكرك شكرا جزيلا، ومعايا برضو عبد الله عبد العظيم زميل باسم، ومش عارف بقى يعني عبد الله باسم بيقول لحسين ابعد عن عبد الله عبد العظيم وما يجيلكش اصابات. انا هو اللي بيقول باسم مش انا. اولا
سبب بص انا بمس عليك يا كابتن كريم. الله يخليك يا عبد الله، الله يخليك. خلاص اللي قاعد قدامك ده تمام ماتش سموحه تمام، قايل له انت هتنزل تجيب جول والله بس ده جاب جولين. لا الجول التاني ده ما يتحسبلوش خالص. خلي بالك لو الكره ما جاتش في دماغه ما كانتش عليت وكان محمد العربي جون سموحه مسكها. ما هي بقى بص هي حظ بقى، هي هنا بقى بتلعب بقى مع الريس اللي قاعد معاك ده. لا طبعا بس ما انا يعني من الناس اللي انا بتفائل لها خير، ولسه قبل الماتش والله العظيم قلت له انت ربنا يكرمك بكره وانت اللي هتكسبنا وبتاع، وكان قاعد معايا في الاوضه وبتاع قال لي ان شاء الله بكره ماتش مهم وبتاع، والحمد لله كابتن 3 بونت يعني مش عايز اقول لك مهمين بس اللي جاي بقى اصعب. شكله كده من اللعيبه اللي بتنام بدري وبتركز وبتاكل كويس ولا بيسهر ولا ايه نظامه؟ اوعى باسم تقول اي حاجه يا عبد الله. قبل الماتش بيسهرني. اصل انا ما شاء الله شايفه بيجري وبيخبط هنا وبيعافر هنا. قبل الماتش بيسهرني وما بيرضاش يخليني انام ويقول لي ليه؟ عشان مش هيلعب اساسي ولا ايه؟ هتسهر معاه ومش هتنام خالص. عايز يخلص عليك يا بس. ما بيرضاش يخليني انام بدري ابدا يا كابتن كريم. $100 بكره تداني في التمرين. ايه؟ $100 يجيبها لي بكره في التمرين ومش هتكلم. $100 يا نجم ولا يتكلم ارخص يا باسم. يا عم عبد الله. لا انت عبد الله كمان لعيب كويس يا عبد الله، والله انتوا فرقه كويسه الانتاج الحربي بس حظكم وحش السنه دي وناقصكم الخبره شويه. كريم والله العظيم احنا فرقه محترمه جدا بس احنا عندنا باد لك غير طبيعي. ما لسه كنت بتكلم مع باسم. والله يا كابتن يعني احنا معظم يا كابتن ماتشاتنا احنا اللي بنتقدم وبيرجع يدخل فينا جوان يعني يعني الحمد لله طبعا، بس يعني احنا برضه مركزين اللي جاي ده صعب جدا، عندنا ماتش مهم جدا مع انبي عايزين نركز باعلى حاجه عندنا عشان ناخد 3 بونت مهمين ان شاء الله يخلونا كده نطلع من الازمه اللي احنا فيها ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا عبد الله ونشوفك برضه بمستوى مميز ان شاء الله الفتره الجايه. يا رب ربنا يخليك يا كابتن كريم. الله يخليك عبد الله عبد العظيم مهاجم الانتاج الحربي وزميل باسم مرسي. ما كملتليش بقى لعبت كوره ازاي؟ يعني انت قلت لي عندك اخ بس انا عايز اقول بس قبل اللعيبه الصغيره زمايلي يعني احنا كلنا 92 91 في كمان ناس كبيره كابتن يعني ناس طبعا احمد شعبان وعمرو فهيم كابتن عمرو فهيم يعني محمد ابو العيله عايز اقول لك حته سكره وكابتن احمد شعبان يعني كابتن احمد شعبان صاحبي جدا عشان كان معاه في بروجيت وكده، وكابتن عمرو وكابتن محمد ابو العلا وكابتن بهاء وكابتن ميدو. يعني احنا فرقه كلنا في عناصر خبره كبيره وفي ناس صغيره وكده، بس احنا كلنا بنحب بعض جدا. بس هو التوفيق، بس احنا عايزين ان شاء الله الفتره الجايه التوفيق بس حليفنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. ما كملتليش بقى قصتك، يعني اتجهت للكوره ازاي؟ انا والله طول عمري بحب الكوره يا كابتن كريم، فهي جت كده صدفه. يعني انا رحت لقيت اختبارات مثلا كده عندنا في طنطا، فرحت لعبت يعني نزلت الاختبارات وكده. خدني الكابتن مصطفى اوراني ده موجود عندنا في طنطا، هو كابتن فرج الصعيدي، وبقيت معاهم بقى ولعبت معاهم. بقيت بلعب 91 و92 ولعبت شويه درجه ثالثه. فريق اول بس كنا بنلعب درجه ثالثه. فاتمرمطت في الكوره انا كابتن كريم، ودي حاجه كويسه دي. خلي بالك الخبرات دي كلها تفرق معاك في الدوري الممتاز طبعا. فخدني كابتن سعيد الشيني، رحت مقاولين عرب. انت حكيت لي بقى القصه. وبعد كده رحت بتروجيت وبعدين على الانتاج الحربي. طب قول لي مين المدافع اللي انت بتتضايق منه او بتقول ده سعيد قوي وبتبقى دايما قلقان منه في الماتشات؟ ما في غيره؟ لا في الماتشات ولا معانا في لا مش معاك، اللي في الماتشات. هو احسن يعني من اكتر مدافع انت بتحبه في الدوري المصري وبتقلق منه شويه او بتبقى خلاص هتلعب ضده فقلقان منه شويه؟ شريف حازم بيلعب في سموحه دلوقتي، كان معاك في بتروجيت برضه. لعيب راموس. يعني كل اللعيبه اللي انت معجب بيها مش اهلي وزمالك يا باسم؟ لا طبعا. النادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير، بس كل واحد يا كابتن كريم له رؤيه معانا. انا رؤيتي بشوف في حاجات تعجبني انا، ما بلاش في يعني في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك. بس في يعني في لعيبه كويسه جدا في النادي الاهلي بتحب مين في الاهلي وبتحب مين في الزمالك؟ انا كنت يعني بحب مثلا الكابتن عماد متعب. في الاهلي كان الكابتن حسام غالي قبل ما يروح ليرز. تحب لعيب الكوره الحريف انت؟ طبعا. يعني بقى كده بس مفيش حاجه. انت اهلاوي لا يعني انا مثلا بحب. ما قلتش حد من الزمالك؟ ما انا لسه هنتكلم في الزمالك. الحق نفسك. لا والله ابدا والله زمان. انا مثلا انا بحب ميدو جدا، كابتن احمد حسام ميدو كمدرب انا بحبه جدا، وكنت بحبه جدا لما كان بيلعب. كان لعيب. انا بتابعه انت مع الزمالك كمدرب. ايه رايك فيه كمدرب الفتره اللي فاتت؟ عامل طفره جامده جدا. انا من وجهه نظري انا والله العظيم هايل، وبيلعب ناشئين. يعني المدرب الوحيد في مصر دلوقتي يمكن بيلعب ناشئين كابتن حسام احمد حسام وما بيخافش وبيلعب ناشئين، وكسبوه الماتش دجله. يعني يوسف اوباما ومصطفى فتحي كسبوه. احنا عايزين بس يبقى في جرأه اكتر من كده. وربنا في الزمالك بقى بحب اللعيبه، بحب محمد ابراهيم لعيب كويس جدا وبيعجبني. مؤمن زكريا
كابتن محمود فتح الله. كابتن فتح الله طبعا في لعيبه. حازم امام. حازم امام لعيب كويس جدا. كابتن عبد الشافي. مين اللي هيصعد السنه دي في مجموعه اهلي وزمالك اول وبعد كده سموحه اهلي وزمالك اول، يعني الاهلي في المجموعه هم يصعدوا من هو الاهلي كان وصل لمركز اول. بس في حاجه يعني الناس بتقول لك ايه، الاهلي مش هيصعد والزمالك مش هيصعد، دي مستحيل. خدها بقى على مسؤوليتي الشخصيه، دي مستحيل. النادي الاهلي ونادي الزمالك هيصعدوا في المربع. مين تاني معاهم بقى من المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه؟ هو نادي سموحه هيخش معاهم، يعني سموحه والاهلي في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه يعني تقريبا المقاولين. لا المقاولين مع الاهلي وسموحه. انا بكلم انت في سموحه والاهلي، انت قلت خلاص المجموعه الاولى. في سموحه والاهلي تمام. المجموعه الثانيه اللي هي الزمالك والاسماعيلي وبتروجيت ووادي دجله بتروجيت، اصل بتروجيت متصدر. بتروجيت والزمالك. الزمالك الاسماعيلي شايفه الموضوع صعب بالنسبه له. شويه صعب. لا بس المقاولين يعني مع بتروجيت مع كابتن مختار السنه دي بسم الله ما شاء الله يعني عاملين. قول لي قبل ما نختم كده، بتشجع مين بكره، ريال مدريد ولا برشلونه في النهائي؟ ريال وكريستيانو رونالدو، وزعلان جدا هو مش هيلعب. والله برافو عليك يا بس. احلى كلمه اللي انت قلتها. عايز اقول لك انا بكسر اي كافيه بقعد فيها كابتن كريم ما الريال يخسر. يعني ما بكلمش طلبه وبدري بس هم بيشجعوا برشلونه. تحب ريال مدريد وكريستيانو زي يعني؟ لا كريستيانو بعشقه. مثل الاعلى رونالدو يعني. والله مش ميسي بقى والكلام ده. لا ميسي ايه؟ هو لعيب جامد بس انا بصراحه لعيب جامد بس انا بحب رونالدو. انا يعني مميزات رونالدو احسن، هيدر شويت سرعه، ميسي حريف بكره بس برشلونه مساعده. رونالدو مش هيلعب، كان هيلعب بجزمه ذهب بكره الستارز بتاعها ده. مين؟ رونالدو. والله؟ ده مين اللي قال لك المعلومه دي؟ انا عارف. لا ده رونالدو. صاحبك ولا ايه؟ لا ده انا عارف كل حاجه على رونالدو يعني. كانوا عاملين له الشركه اللي بتعمل له الجزمه بتاعت رونالدو، عاملين له ستارز ذهب. ستارز ذهب. طبعا الستارزات بتاعت الجزمه ذهب. ممكن توصل للمرحله دي يا باسم؟ يا رب. نتمنى كابتن كريم والله ربنا يكرمك. والله اتمنى بس ربنا يكرمنا بس ونقعد في الدوري السنه دي ان شاء الله مع الانتاج ونفرح كابتن اسماعيل يوسف يعني. راجل تعب معانا كتير يعني والله. ان شاء الله. شرفتني يا باسم وسعيد بيك جدا، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تبقى بنفس المستوى واحسن كمان باذن الله، ونشوفك في منتخب مصر ان شاء الله. انا بس عشان في واحد صاحبي كان تعبان وكده، ايهاب التهامي، فانا بقول له الف سلام عليك يا ايهاب. لا الف سلامه ان شاء الله. الله يخليك يا باسم، شرفتني، وبالتوفيق ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. باسم مرسي لاعب مميز جدا السنه دي في الدوري الممتاز، ومهاجم فريق الانتاج الحربي وهداف الدوري. بشكره شكرا جزيلا على وجوده معانا النهارده. بشكر كل طاقم العمل وكل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في يوم طويل شويه بسبب لقاءات الدوري الممتاز. بشكر اسلام صدر رئيس التحرير وكل فريق الاعداد، محمد بيوم مخرجنا، واحمد عبد الظاهر وكل فريق الاخراج. وبشكر كمان محمد شحاته في الانتاج واسلام. وبكره ان شاء الله استنونا في حلقه جديده مع كوره كل يوم.